خبر غير سار لأشرف حكيمي. قبل مواجهة اسكتلندا تلقى النجم الدولي المغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي صدمة قضائية قوية ومفاجئة بالتزامن مع خوضه غمار منافسات كأس العالم 2026 رفقة المنتخب الوطني المغربي، مما يضع اللاعب تحت ضغوطات نفسية كبيرة في توقيت حساس من مسيرته الكروية. وفي التفاصيل، أصدرت محكمة الاستئناف في فيرساي بفرنسا حكما يقضي برفض الطعن الذي تقدم به مدافع أسود الأطلس مؤخرا، وقررت تأييد إحالته رسميا إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الاغتصاب. وجاء هذا الحكم بعد أسابيع قليلة من حضور حكيمي، وتحديدا في 22 من مايو الماضي جلسة استماع أمام غرفة التحقيق بالمحكمة في محاولة من فريق دفاعه لإسقاط التهم أو منع تحويل القضية إلى محكمة الجنايات، وهو ما رفض في نهاية المطاف. وتعود فصول هذه القضية المثيرة للجدل إلى مطلع عام 2023 عندما تقدمت شابة فرنسية تبلغ من العمر 24 عاما بشكوى رسمية لدى المصالح الأمنية الفرنسية تتهم فيها النجم المغربي بالاعتداء عليها جنسيا داخل منزله في العاصمة باريس. وبناء على تلك الشكوى فتحت السلطات القضائية الفرنسية تحقيقا فوريا ومطولا أسفر عن توجيه التهمة رسميا للاعب ومتابعته في حالة سراح، في حين التزم حكيمي وفريق دفاعه منذ اليوم الأول بنفي هذه الادعاءات جملة وتفصيلا، مؤكدين براءته التامة ومحاولة ابتزازه. وما يزيد من تعقيد الموقف هو التوقيت الصعب الذي صدر فيه القرار القضائي، حيث يستعد المنتخب المغربي لخوض مباراة مصيرية وهامة الليلة ضد نظيره الاسكتلندي برسم الجولة الثانية من دور المجموعات للمونديال. ويترقب الشارع الرياضي المغربي ومدرب المنتخب الوطني كيفية تعامل حكيمي مع هذه الأنباء الصادمة ومدى تأثيرها على تركيزه وأدائه داخل المستطيل الأخضر في واحدة من أهم المباريات لضمان العبور إلى الدور المقبل.